المال أهم من أخلاقيات الصحفي. ناقش فيلم نايت كرولر عن طريق بطله ليو هذه الفكرة. ليو يعمل صحفيا ليليا، حيث أنه يصور الجرائم والحوادث ثم يبيعها لشركات الأخبار. لحدود اللحظة الأمور بخير، إلا أن ليو غير راض عن حياته الفقيرة، فمن منا لا يحب حياة المال والغنى؟ إذن أعطته الحياة خيارا بين الحفاظ على أخلاقيات مهنته أو ربح المال بدون مبادئ، فقرر ليو التنازل عن أخلاقه، مما جعله يربح أكثر في عمله عن طريق تصفية من يسابقونه في تصوير الأخبار والتضحية بزميله في العمل، سعيا منه ليصبح الأفضل في السبق الصحفي. لن أكشف المزيد عن الفيلم لأنه يجب عليك مشاهدته لفهم جانب من جوانب الإعلام المظلم. فهل تعتقد أن الإعلام في المغرب يتشابه بأي شكل مع قصة الفيلم؟ شاركنا رأيك في التعليقات. كنتم معي أنا حمزة، دمتم في رعاية الله.